بُص، أنا عارف إنك مش مقصّر، عارف إنك كل يوم بتصحى بدري وتحاول تجري على أكل عيشك، وعارف إنك بتعمل اللي عليك وأكتر، وعارف كمان إنك بتحلم بحياة أحسن وبوضع أفضل، وأكيد بتسعى علشان توصل له. بس في حاجة واحدة هي اللي مخلية كل ده صعب، وهي إنك مش ملاحق. الدنيا حواليك بتجري بسرعة جنونية، الشغل، الالتزامات، البيت والأهل، كل ده بيسحب من طاقتك ووقتك، لدرجة إنك بترجع آخر اليوم مهدود ومحبط، وده مش علشان أنت مقصّر، لكن علشان حاسس إن ما فيش وقت كافي. طيب، دايمًا بنسأل نفسنا إيه الحل؟ وهل نستسلم ونقول خلاص هي الحياة كده؟ أكيد لأ طبعًا، دايمًا في مخرج. أنا بالضبط كنت كل اللي باقول عليه ده، لحد ما لقيت نفسي لازم أغيّر من الوضع اللي مش عاجبني. حاجات كتيرة بتحصل حواليّا حاسس إني ما ليش تحكُّم فيها، وده بسبب إني ورايا شغل والتزامات وما عنديش وقت خالص أدوّر على الحاجة اللي باحبها أو الحاجة اللي تبسطني بمعنى أصح. ولقيت إن الحل مش في إنك تجيب وقت زيادة، لإن ده طبعًا مش في إيدينا، لكن لقيت إن الحل إني أستخدم الوقت اللي معايا، وأنت كمان تقدر تستخدم الوقت اللي معاك بس بطريقة مختلفة. أول حاجة كنت لازم أعرف إيه الوقت اللي ضايع مني. أول حل لازم تعرف عدوك اللي مضيّع وقتك واللي معطّلك واللي مخلّيك مش لاقي أي وقت لحاجة زيادة تعملها. أكيد دلوقتي بقينا عارفين إيه اللي بيسرق وقتنا كله، ولو أنت مش واخد بالك عايزك تجيب ورقة وقلم كده وتكتب بالضبط كل حاجة بتعملها في يومك لمدة يومين أو 3 ويا ريت لو أسبوع، من أول ما بتصحى لغاية ما بتنام. هتتفاجئ إن عندك وقت كبير جدًا بيضيع بجد في حاجات ما لهاش لازمة، خصوصًا في عصر التشتت اللي إحنا فيه ده. هتكتشف إن التقليب بس على الموبايل أو على السوشيال ميديا مش ساعة والّا 2، ده ممكن يكون من 4 ل5 ساعات في اليوم، وده أكيد كلنا لامسينه، زائد مشاهدة المسلسلات والأفلام اللي بالهبل. كمان وقت كتير بيضيع مننا في التفكير في حاجات قديمة أو حلول وهمية، زي إنك بتفكر دايمًا في اللي فات منك سواء سنين أو فرص، وده بدوره يخليك تحس بالعجز وإنك فاهم كده خلاص إنك مش هتعرف تلاقي فرص تاني كويسة، أو إنك دايمًا بتفكر في حل وهمي للي أنت فيه، زي إنك مثلًا مستني إنك تلاقي شنطة فلوس كتير تحل لك كل مشاكلك، أو في يوم من الأيام حد هييجي ياخد بإيدك ويغيّر لك حياتك، وده طبيعي جدًا ومستحيل إنه صعب يحصل. لمّا تحط إيدك على الحاجات اللي مبهدلة وقتك ومشتتاك هتقدر تتحكم فيها. لمّا تعرف قد إيه أنت بتضيّع وقت، أعتقد إن ده هيخليك تقدر تاخد القرار إنك تغيّر من ده. في حل جميل أوي تاني وهو اسمه قاعدة ال15 دقيقة. بُص يا صديقي، عشان تقدر تغيّر حياتك مش محتاج إنك تخصص كل يوم 5 ساعات ولا حاجة، أنت ممكن تبدأ تغيير ب15 دقيقة بس في اليوم، وده بجد مش كلام كده كليشيه وخلاص، دي طرق مجربة وبجد ليها مفعولها، بس أنت لازم من جواك تبقى حابب إنك تغيّر وتجرب. الوقت الضايع منك كل يوم ده حاول تملاه بحاجات مفيدة لوقت قليل. يعني لو طبّقنا قاعدة ال15 دقيقة دي يوميًا، مثلًا عندنا لو قدرنا نحدد 15 دقيقة للقراءة في مجال أنت بتحبه، بعديها مثلًا بساعة تقدر تحط فيها 15 دقيقة تانية إنك تتعلم حاجة جديدة من على يوتيوب، ويا ريت لو تكون لغة. كمان تقدر كل يوم تخصص 15 دقيقة تمارين رياضية بسيطة وأنت في البيت، 15 دقيقة تأمل في نعم ربنا اللي عليك، أو تتعلم كمان كتابة يومياتك وأفكارك. هنا بنتكلم مش في المدة، الفكرة هنا إن أنت لمّا تعمل الحاجات البسيطة دي يوميًا مع الاستمرارية، لو حطيت ال15 دقيقة دي كل يوم، بعد شهر لو حسبتها هيبقوا 7 ساعات ونُص. تخيل 7 ساعات ونُص في حاجة مفيدة بتضيف ليك. تخيل بقى لو انتظمت 6 شهور أو سنة، في الأول هتحس إن التغيير مش حاسس بيه، بس بعد مدة مش كبيرة التغيير هيبقى ملموس بجد. بعد سنة هتكون شخص تاني غير اللي كنت عليه، وبالطريقة دي مش هتحمل نفسك فوق طاقتها. تالت حل، الغي شيء سلبي من يومك. هات ورقة وقلم تاني واكتب برضو السلبيات مهما كانت السلبيات دي بسيطة جدا ومش ملحوظة، بعدين اختار حاجة منهم وتحاول تحذفها تماما من يومك، حاجة واحدة بس بتضيع وقتك وبتضرك ومش بتضيف ليك أي قيمة. يعني مثلا بدل ما أنت متعود تتفرج يوميا على مسلسلات وأفلام في الوقت الفاضي من شغلك، يعني أعرف ناس كتير بتعمل ده، شوف بودكاست مفيد يغير من فكرك ناحية الحاجة اللي عايز تكون عليها ومستصعبها. بدل مثلا ما تقعد على الفيسبوك بالساعات، جرب تمسح التطبيق يوم واحد في الأسبوع. لما تركز على حاجة واحدة بس سلبية من الحاجات اللي بتضيع وقتك، مش هتحس بالضغط، كمان هتحس إن أنت بترجع الإرادة بتاعتك واحدة واحدة، نظرا لأن التطبيقات دي متحكمة فينا يعتبر بشكل كامل. ودايما حط في دماغك وفكر نفسك إنك لما بتفتح الفيسبوك أو التيك توك أو أي تطبيقات من التطبيقات اللي بتاكل الوقت دي حاجات بتستنزف طاقتك جدا، بيأثر عليك بالسلب. وكل شهر عن الشهر اللي قبله لما بتختار حاجة سلبية بتحذفها، مع الوقت هتلاقي إن حياتك بقت أخف
وأكتر تنظيم، وهتحس إن أنت متحكم فيها بالشكل الكافي. في الآخر الخلاصة عايز أقول لك إحنا كلنا مش مقصّرين، بس في حاجات كتير اقتحمت حياتنا مشتتانا وواخدة وقتنا، فالدنيا محتاجة شوية ذكاء في التعامل مع كم المشتتات اللي حوالينا ده، وتحاول تستثمر في وقتك اللي هو ضايع ده. فلازم الأفضل إنك تستغله في حاجات تحسّن من وضعك ونفسيتك. الحل مش في إننا إزاي نعدّل دنيتنا أسرع أو نجري مع الدنيا زي ما هي بتجري حوالينا، لكن الحل في إنك تتعلّم إزاي تمشّي يومك بخطوات محسوبة ومخططة. ابدأ النهارده ودوّر على حلول أو اختار حاجة من الحاجات اللي إحنا قُلنا عليها دي، وابدأ طبّقه. حياتك علشان تتحسّن مش هتحتاج منّك غير إنك تشوف إيه عندك مشتتك تلغيه من حياتك، علشان إن شاء الله بعد ما تبدأ وبعد مدة هتبُص لورا تلاقي إن الحاجات البسيطة دي أو ال15 دقيقة البسيطة دي كانت هي بداية طريق حياة أنت راضي عنها. وزي ما بنقول في كل فيديو، احرص دايمًا على ما ينفعك. أتمنى أكون أفدتك في الفيديو ده، ولو مهتم تغيّر من نَفْسك تقدر تشوف الفيديوهات اللي فاتت، والسلام عليكم.